ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. تعالوا بقى نجهز حاجات العيد، حلويات العيد. نعمل بقى الرقاق بطريقه سهله وبسيطه جدا بمناسبه بقى العيد. كل سنه وانتم طيبين. اول حاجه دلوقتي معايا دلوقتي شوربه تكوني مجهزه عندك شوربه فراخ، شوربه لحمه اللي موجود عندك. لو ما عندكيش ممكن تروحي ايه تملي بقى شويه ميه كده وتحطي مرقه وتخليها تغلي وفلفل اسود وتبقى الشوربه جاهزه معاكي. هنا بقى معلقه سمنه هنا دلوقتي حطيناها على الشوربه عشان تبقى دسمه وجميله وحلوه جدا. معلومه صغيره، هي الرقاق ما بيتعملش غير بشوربه لحمه. لا ده هو ما بيتعملش غير لا ما بيتعملش غير بورق بلحمه. مش شوربه فراخ. ما عندكيش شوربه لحمه هتحط لها تعملي مرقه لحمه. بس في فراخ ما بيبقاش ليه طعم قوي زي اللحمه يعني. احنا اصلا مجهزين شوربه لحمه معانا عشان ايه العيد بقى وكده، وهنجهز معاكم بقى الفته وحاجات حلوه بقى كتير، حلويات بقى العيد. وهنا اللحمه المفرومه زي ما انتم شايفين مجهزاها اهو. هنا دلوقتي الصينيه دهنتها سمنه، وهبتدي دلوقتي احط رقاق عادي. لو الرقاق اتكسرت مني عادي جدا، ببتدي برضو ارص وفي الاخر بتطلع عادي مظبوطه معايا. زي ما انتم شايفين كده بنحطها في بنبلها كده بالشوربه زي ما انتم شايفين كده. حطيت دلوقتي كده معلقه سمنه برضو تاني عشان الشوربه تبقى دسمه، تخلي الرقاق حلو. بصوا هنا يا حبايبي، كل ما بدهن بقى دهنت دلوقتي، حطيت دلوقتي رقين من الرقاق، بحط ايه في وسطيهم، بحط ايه كل ورقتين بحط ايه سمنه زي ما انتم شايفين كده، وشويه فلفل اسود بتدي برضو طعم جميل جدا وحلو قوي زي ما انتم شايفين كده. اول حاجه انا بعمل 3 رقات تحت، 4 تحت و3 فوق. خلي تحت يبقى اكتر من فوق، او 5 تحت و4 فوق، فاهمه؟ تمام. او خليهم قد بعض. لا لازم تحت يبقى اكتر عشان وانت بتسوي ما يتحرقش منك. هنا بقى انا حطيت 4 رقات تحت زي ما مامتي قالت كده. لازم بنحط تحت الرقاق اكتر من اللي فوق، الطبقه اللي تحت اكتر من اللي فوق. هنا بحط بقى اللحمه المفرومه، عصقتها عادي بسيطه جدا. بحط اللحمه المفرومه اشوحها، وبعدين عقبال ما بضرب كده بصلتين افرمهم كده في الكبه واحطهم على اللحمه المفرومه، واحط ملح وفلفل اسود بهارات لحمه جوز الطيب، وبقلبها كده لحد لما اللحمه المفرومه تستوي معايا زي ما انتم شايفين كده. بحط اللحمه المفرومه وافردها في الصينيه كده. هنا بقى بعد ما حطيت اللحمه المفرومه بحط بقى الرقاق بقى ورا بعضه. حطيت 4، هحط بقى 3 فوق زي ما انتم شايفين كده. بدهن طبعا برضو الرقاق كده، ببله كده بالشوربه زي ما انتم شايفين كده. ده الرقاق التالت او زي ما انتم شايفين كده. وهنحط بقى الدهن برضو على الوش سمنه وشويه فلفل اسود كده على الوش، وهندخلها الفرن. انا مولعه دلوقتي على الفرن يسخن معايا لحد ما احط بقى السمنه والفلفل الاسود زي ما انتم شايفين كده، ونفرد طبعا بالمعلقه كده. بصوا احلى رقاق ممكن تعمليه بجد في العيد، او مش يعني ممكن تعمليه في اي مناسبه انت عاوزاها في اي وقت. بجد الرقاق جميل جدا وبجد تحفه يعني. طول السنه الرقاق عندنا ممكن نعمله يعني انا بعمل بالزياده في اي وقت، وبجد بصراحه بيطلع عندنا مورق كده وجميل زي الفطير المشلتت. واعملوه بجد بالطريقه دي وبجد هتلاقوا طعم تاني. بصوا بقى يا حبايبي، لسه خارجه من الفرن جميله بجد. وتسيبيها اول ما تطلعيها من الفرن تحطيها تغطيها كده بصينيه لحد لما تلاقيها طريت معاكي. وبصوا انا كنت مغطياها بالصينيه دي عشان ما تبقاش ناشفه معاكي، لا تبقى طريه زي ما انتم شايفين كده. بصوا بجد جميله وتحفه بجد. بصوا الجمال، بصوا مورقه وجميله. بصوا خفيفه كمان وخفيفه كمان. يعني انا عامله 4 رقات فوق تحت و3 فوق، وبجد رقيقه وجميله جدا بجد. ولا فطير مشلتت بامانه. يلا جربوها، وكل سنه وانتم طيبين. وما تنسوش بقى تعملوا وعيد مبارك اضحى. وما تنسوش بقى تعملوا اشتراك وتعملوا لايك. يلا باي باي يا حبايبي.